بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كلام عن ربع جنيه النهضة وسعره وأماكن بيعه وكل المعلومات عنه. ربع جنيه النهضة اهو نشوفه الأول اهو يا باشا، 25 قرش، تمثال نهضة مصر اهو. طبعا الحالة زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني ما اتلمس اهو. حالة زيرو اهو. ربع جنيه زيرو، انصر، ما اتلمس. طبعا حالة الزيرو لها سعر والحالة العادية لها سعر. اتكلم بقى عن سعره. طب ده سعره كام بالحالة اللي قدامك؟ ده بيعمل 80 جنيه. ده سعره 80 جنيه بالحالة اللي انت شايفها دي. الزيرو منه زي اللي قدامك بيعمل 80 جنيه. الحالة الأقل بتعمل 40 جنيه و30 جنيه. متقطع بقى والكلام ده كله ملش سعر، يعني ما يتباعش. المتقطع او المكتوب عليه او المشخبط عليه ده ملش سعر وما بيتباعش. اللي بيتباع حالة زي اللي قدامك دي. دي الحاجات دي هي اللي بتتباع. حالات الزيرو في الربع جنيه ده هي اللي بتتباع، وده قلنا سعره بيعمل 80 جنيه. الحالة المتوسطة منه بتعمل 40 جنيه و30 جنيه. متقطع بقى والكلام ده كله ملش تمن، ما بيعملش سعر. عشان تبيع العملة اللي معاك لازم تكون الحالة بنفس الشكل كده في الحاجات دي، لأن الحاجات دي زي الربع جنيه ده. الربع جنيه ده متوفر وموجود منه كتير. الحاجات النادرة بقى والكلام ده كله دي حاجات تانية بقى لها أسعار تانية. احنا بنتكلم عن الحالة زي اللي قدامك ده، موجود ومتوفر منه كتير، فده بيعمل 80 جنيه بالحالة اللي قدامك. الحالة المتوسطة بتعمل 40 جنيه و30 جنيه. أماكن البيع والشراء جروبات الفيسبوك والأسواق اللي موجودة في المحافظات والمواقع زي ايباي وامازون وعلي بابا. المواقع دي واوليكس، كل دي اماكن تقدر تبيع عليها عملتك القديمة. وافضل اماكن لبيع العملات هي جروبات الفيسبوك. جروبات الفيسبوك متنساناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في اسعار العملات المصرية القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.